اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد يا زوزو لهذا اليوم. طبعا اليوم زوزو ليش مبسوطة يا زوزو؟ ايش بابا جاب لك؟ جبالي بس بديش احكي بالمفاجأة. طب ما ابراهيم يعرض المفاجأة. ايش قول لي احكي اناناس طبعا اكثر من قديش ما اكلتوش يا بابا؟ له قديش؟ من 8 شهور. 8 شهور ونفسنا في الفاكهة. فاكهة. حبة الفراولة مش لكن الاناناس. فالفاكهة اسعارها فلكية خيالية، ولا ايش رايك يا ابراهيم؟ شيك. أكيد إحنا حاليا ما فيش عنا فواكه. نزل فواكه بس يعني ما حدش بيعرف إنها نزلت، إلها تقريبا يومين، لكن أسعارها كتير كتير غالية، وصراحة والله العظيم نفسنا فيها لكن مش قادرين نجيبها. فعشان أنا بديش هيك أسمي قدام الأولاد وأحكي لأنه حيصير برضو نفسهم فيها. فعشان هيك جبنا لهم ايش يا أم ابراهيم؟ جبنا لهم علبة الأناناس، هذه بديلة عن الفواكه. فاكهة الاناناس معلبة يا ام ابراهيم، قولي معلبة. معلبة. طبعا سعرها مش بسيط بحجمها البسيط، ولكن ايش بنقدر بسعرها كنا نجيب نملي الدار فواكه. بسعرها بالعلبة هذه سعرها تقريبا يفوق $10. ما علينا احنا، لكن ايش بنقدر نفس ولو بسيطة ولو بسيطة. فعشان هيك بدنا نفتح علبة الاناناس ونشوف ايش ردة فعل زوزو لما تاكلها هي وابراهيم. صح يا ابراهيم؟ يلا تعالوا هيك. يلا هات ابراهيم نفتح. يلا تعالوا قربوا هنا، قربوا هنا زوزو قربوا هنا. قربوا هنا، يلا قربوا. يلا غير عيد ميلاد. افتحها من هان لا بابا ايدي مجروح، انا اصبع مجروح عشان اليوم السكينة. أساعدك بفتحها؟ لا اصبع مجروح. اخذت اليوم هواية. بسيطة سلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أوه للأسف طلعت مقطعة. زاكي يا ابراهيم، الزاكية. نشوف ردة احنا فعل. كنا مفكرينها شرايح. لا من هاي ممنوع حضيض. لا زين. لا انه نشوف ردة لا الفعل. تنجرحوا. يلا ردة الفعل تاعت زوزو وردة الفعل تاعت ابراهيم، تمام؟ بالاول انا بالاول. طيب بدي من قدام الكاميرا، بدي من قدام. مش عارفين لو جبنا معلقة احسن يا ابراهيم على فكرة. يعني احنا كنا فكرناها شرايح. الفعل تاعت زوزو مقصر. على الكاميرا كيف؟ زاكية. من الزاكية. جاب. يا ابراهيم يلا. صحة وهنا. يا ابراهيم قول ايش كيف؟ فخمة. ذاك فخمة. صحة وهنا. تعالي هنا قرب علي قرب. يلا اقعد في حضني عشان اطعميه. قرب. وعين تنجرح ايده بس. طب اقعد في حضني عشان اطعميه. لا بنفعش فريد قلنا. بنفعش فريد قلنا. طيب دوق يا بابا. يا عيني صحة وهنا. خرج هاي. يا ابراهيم بدي اسلم مي. ماشي بسلم مي. حسبي الله عليهم اللي حرموا هالأطفال كل إشي. طبعا هم ابراهيم يمكن الوضع ده كرب. أنا صراحة والله نفسيتي تعبانة من الوضع اللي إحنا وصلنا له. لأنه لو عن جد في أرفق الصور اللي قبل 7 أكتوبر إيش كنا عاملين. تتذكر يوم 6 أكتوبر إيش كنا عاملين عنا؟ فواكه، وكنت عاملة أجواء. اسمعوا وسهرانين. بس زيه. ماشي هاي طعميه. يا ريت أرفق لكم الصور تشوفوا كيف كنا عايشين. اسمع شوية، الحين بدنا نحكي شغلة ونرجع ناكل. بدنا نحكي طلع ابراهيم قول لي. طلع جماعة الخير. اصبر الحين بديك العلبة كلها. طب تجرحها. جماعة الخير، هذا ردة فعل بسيطة من أطفال بريئين. أقسم بالله 8 شهور يمكن الواحد مش لاقي الفاكهة. إيش معلب صحيح، إيش معلب، لكن في وقت القطعة يا الله ما يعني أقول لك يعني قديش هي الأناناس زاكية. قديش هي زاكية في وقت القطعة. أقسم بالله رهيبة بمعنى الكلمة. اسمع عشان ما تنجرحوش. فعشان هيك شفتوا ردة فعل الأطفال. يعني بنتمنى من كل واحد بيشاهد هذا الفيديو يشير هذا الفيديو ويحط أعجبني ويحط تعليق، وكتروا من التعليقات عشان نرفع الفيديو تدعموا قناتنا.
احنا بنرحب في كل المتابعين الجدد، بنرحب في كل المتابعين الموجودين معنا. انتم جيشنا، انتم املنا، انتم حياتنا، انتم على راسنا من فوق، لانكم انتم بتدعمونا وانتم اللي بتساندونا وانتم اللي بتوصلونا للاهداف اللي بدنا اياها. احنا اليوم على حافه 83,000 مشترك. جماعه الخير احنا بدنا نصل 100,000 مشترك، ومنية حياة الأطفال يصلوا 100,000 مشترك. ليش؟ حطوا عهد إنه من 100,000 مشترك حنطلع معاكم يوميا إن شاءت الظروف وكانت ميسرة، بث مباشر نجاوب على كل استفساراتكم. وعدناكم الفيديو اللي فات ننزل على المنتدى إيش نجاوب على تعليقاتكم وأسئلتكم، لكن للأسف الشديد انشغلنا. وأنا يمكن من الساعة 7 أنا برا البيت لسه الحين بسأل، ويمكن سامعين الأطفال يا بابا يلا بدهم ياكلوا. عشان هيك يمكن ام ابراهيم بتعرف تقول لي احمد بطلنا نقعد معك، لكن هذه هي الظروف. انا يمكن بديت اشتغل شغل بسيط نمشي حالنا، يمكن بطلع من اول النهار. ولا ايش رايك ام ابراهيم؟ من اول النهار بيروح بعد 9 بالليل. الفتافيت بناخذ، لكن احنا ايش احسن من لا شيء. لا عندنا شغل ولا عندنا اي حياه ولا عندنا شيء. شغلي لما بجيب لي فيها علبه فاكهه نعم وفضل انا بكون مبسوط. عشان هيك لا احنا طلبنا منكم تتبرعونا ولا تطعمونا ولا تدعمونا ولا تحولونا فلوس ولا مصاري ولا أي شيء. احنا راضيين برزقتنا اللي جاي من ربنا. اكيد. فلهيك اهل غزة وشباب غزة وقنوات غزة مش مجرد ارقام، احنا عن جد بحاجة لدعمكم، بحاجة توصلوا معاناتنا واللي بنمر فيه لكل العالم، لانه جد احنا الفترة هاي كتير صعبة علينا، فترة نزوح وفترة ألم ووجع وقصف بكل مكان. فيا رب سلمنا يا رب، ونضلنا مستمرين معاكم وضلكم تشوفونا يا رب. فعشان هيك يا جماعة الخير بنتمنى لكم إن شاء الله في أيام حلوة، بنتمنى لنفسنا أيام حلوة، وإلى اللقاء. إيش يا زوزو؟ في فيديو جديد. سلام.